الناس اللي لسه بتفتح مطاعم جديده تركز اكتر حاجه على ايه في الدعايه بتاعتها؟ عملت كل حاجه بإيدي. من اول يوم احنا مش براند صغير، احنا هنكبر ونبقى تشين. ليه بوتشرز برجر؟ ما تاكليش الولاد برجرز. احنا مش مجرد فود. من زمان انا نفسي اعمل حاجه ابدا فيها. المطعم الناجح جود فود اند جود مود. صعب قوي ان انت اول لما تفتح بيزنس كده تلبس المخزن بتاعنا سخن ولا حاجه هنقتل، لا المطعم كله بيتقفل. ده اللي بيوقع كل المطاعم الجديده يعني. الماتشز بيبقى عليها شويه ساور كريم كده سن. فاشن مش طبيعي، انت جوعتني بجد. ايوه وتحط عليها ودتني معاك في الطبق يعني دلوقتي. مساء الخير، انا صبحي مراد وده ريتوكس، والتوكس بتاعت النهارده خاصه ببراند امريكان داينر براند بوتشرز برجر وتشيكن اند رابس. اكتر من اكتر البراندز الامريكان داينر الموجوده في الماركت، ترند في الوقت الحالي. معانا الاونرز بتوع البراند عمرو عيسوي وخالد حشيش. اهلا وسهلا. جمعتوا ازاي؟ يعني خالد ميديا، وانا قبل كده كنت كوربريت. الظروف بقى جمعتنا ان احنا كان عندنا فيجن. انا كان عندي باشن في الاكل، وخالد عنده باشن للبيزنس، فهو البيزنس جمعنا بقى مع بعض. فاشن بالاكل يعني ولا فاشن بايه؟ يعني انتوا كوربريت وباك جراوند ميديا، فحاجه بعيده خالص عن الاف ام بي اندستري. هو القصه بالنسبه لي كانت في الاول انا كخالد انفستمنت. احنا كنا 3 هم المين يعني فاوندرز، فجه الشريك الثالث هو اصلا صاحب عمرو وصاحبي وكان شريكي. فابتدينا ايه رايك يا خالد نعمل مطعم؟ طب يا جماعه انا ما بفهمش قوي في المطاعم. مين الانسبيريشن بتاع الموضوع اساسا؟ هو عمرو عيسى، هو اكتر واحد بيحب الاكل وعنده باشن ناحيته. فالراجل عرض علينا مشروع لطيف جدا. طب يلا نجرب، يلا نخش. رجلينا جت بقى في القصه دي. هل ده البيزنس الوحيد اللي انتوا عملتوه ولا انت كنت بتقول لي ميديا او كده؟ فايه بتعمل ايه في الميديا؟ انا مينلي يعني اشتغلت في قنوات، مسؤول عن الميديا بيزنس بتاعها، وكانت براندز قنوات كبيره الحمد لله. بنمسك القناه بقى نفسها، بحاول اكونسلت ازاي نعمل السورسز اوف ريفينيو بتاعتها، نرتب ازاي الخرائط بتاعتها، ازاي تحط كونتنت يبقى للمشاهد يعني مهم ولطيف، وتعرف تعادل الفيور شيب، واكوردنج دي بتعرف تجيب اعلانات، وبتعرف تبقى فيه سورس اوف ريفينيو كويس. فده كان مينلي البيزنس بتاعي. زائد بقى انا كان عندي كمان شركه ميديا باينج، ان احنا بنشتري بقى الميديا وبتعمل البلان بتاعتها بحيث توصل للريتش بتاعها للكلاينت باحسن صوره يقدر يجيب بيها مردود كويس او امباكت كويس. طيب عمرو، في يعني الباك جراوند كوربريت في ايه بقى؟ انا كنت في تيليكومز. سبونسر شيكس اند كريستيانز. بس انا بقى من وانا صغير موضوع الاكل ده تحب الاكله يعني. وانا في المدرسه عايز اعمل سندوتشات بيت اروح ابيعها لاصحابي، عايز اعمل عايز اعمل في البلكونه عندنا واقول لبابايا عايز اعمل فكره ان انا اعمل اكل يعجب الناس وياكلوا وكده. يعني من زمان انا نفسي اعمل حاجه اف ام بي. هو عمرو واخد الار ان دي بتاع المنيو. الكلاينت بيحب ايه يقدر احنا مش مجرد هو فود. شاطر قوي فيها لان المنيو خطير بصراحه احنا مش مجرد فود. هو يقول لك ايه المطعم الناجح جود فود اند جود مود. فانت عمرو بقى بيعرف يعمل الجود فود وجود مود. الحته بقى بتاعه البيزنس تقيله على قلبه. حته بقى ايه، ما تشيلونيش ايه حاجات الاتش ار، وما تشيلونيش الحاجات اللي فيها الدي تو دي اوبريشن تقريبا. فهو راجل فنان يعني. بالنسبه لي انا بحب البيزنس ديفلوبمنت. طبعا في كونسبتس كتيره بتطلع كل يوم، كل يوم تلاقي في كونسبت برجر، كونسبت امريكان داينر، كونسبت تشيكن. ازاي تقدر كرييتو كونسبت ناجح؟ بتبصوا لايه في الاول؟ يعني مثلا سؤال، ليه بوتشرز برجر؟ يعني بدايه من الاسم، يعني الاسم مين صاحب الفكره؟ او ليه بوتشرز برجر اند تشيكن؟ يعني ايه الفكره من ده عمرو بيه. احنا كنا هنعمل بيزنس مختلف تاني، بمنيو مختلف تاني، بموضوع مختلف تاني خالص في الاكل، واحنا برضو باشنت اباوت يعني. بس ايه، مره كده نمت صحيت جه الموضوع كده. كان وقتها البرجرز اغلبيه البرسبشن بتاع الناس عن البرجرز ان البرجرز ده اكل فاست. بالظبط. سواء انت حتى بتجيبه في البيت، يعني حتى في البيت ما تاكليش الولاد برجرز حتى لو انت عامله في البيت. استوقفني فكره البرجرز قد ايه حاجه احنا كلنا بنحبها،
ليه الكونسيبت بتاعها ان اللي يتبقى من قطعيات اللحمه بنفرمه ونعمله برجر، اللي بيتعمل مش عارف ايه وبعد كده بعد بيتفرم وتعمل صح. يعملوا برجر ونحط عليه توابل ويتباع ويبقى برجر ونحط عليه بقى. طيب هو ده احنا بنحب البرجر للدرجه دي، طب ليه ما نجيبش احلى حته في اللحمه يتعمل بيها برجر احلى حته في اللحمه ونعمله بقى ده احنا بنحبه يعني احنا مستقصدين في نفسنا ليه ان احنا ناكله حلو ما يبقاش من بواقي اللحمه اللي بتتفرم ويتحط عليها توابل تبقى برجر. هنا جت الفكره، طب مين اكتر حد هيفهم؟ هو الجزار. الجزار ده لو حب يدلع نفسه ويعمل لنفسه برجر في بيته هيجيب بقى انهي ويفرمها دي ويعملها يحط توابل كتير فعلا عشان يداري، ولا من هنا بقى جت. طيب عايزين نبتدي بحته ايه اللي موجود، ايه اللي يعني ممكن تقولوا لنا حتى لو تيبس كده صغيره الناس اللي بتكريت كونسبت تبتديها ازاي؟ هي الاول طبعا لازم يكون عندك باشن ناحيه الفكره. اوكي. ويبقى في حد شايف الفيجن دي، ويمكن انا مش انا اللي كنت شايف الفيجن دي، ده كان عمرو هو اللي قادر يشوف انا عاوز اعمل المطعم بتاعي بالشكل ده، اقدم اكل عامل كذا، البايت تبقى كذا، والمود يبقى لطيف، ومش مجرد ان انا بقدم لك اكل وبقدم لك جود مود وجود فود زي ما قلت. بعد كده بقى انت اللوكيشن، انت ازاي هتحط في لوكيشن، ودي من اهم الحاجات مهمه جدا اللي ناس كتير بتغلط فيها. انت لو خدت لوكيشن كويس الناس هتشوفك، هو كاستمر بيهيفير طبيعي. انا عديت على محل شكله كويس، طب واي نوت اجرب، دخلت جربت، ايه ده جميل، طيب المره الجايه هجيب معايا صبحي، طب نجرب يا صبحي، لقيت نفس الاكل حلو برضو، خلاص انا بقيت له الكاستمر. دي حقيقه. فاللوكيشن من الحاجات اللطيفه. طب ايه اهم حاجه تاني؟ البني ادمين اللي شغالين معاك، التيم. لو معاك تيم بروفيشنال ومخلص في شغله وعاوز يكبر، وانت بتنقل لهم السبيريت ان احنا من اول يوم احنا مش براند صغير، احنا هنكبر ونبقى تشين، وهم شايفين ده ومأمنين وانت مآمن بفكرتك، الفيجن يعني طبعا بتفرق كتير. فاللوكيشن والبني ادمين، وبعدين السيستم بقى نفسه. ما هو البني ادمين لو سبتهم كل واحد هيشتغل بمزاجه، اعمل لهم سيستم هتلاقي الدنيا شغاله كويس. فده اللي بيحصل في كل الانترناشونال براندز القويه عشان تعرف تكمل، لان انت ممكن تنجح وما تعرفش تكمل نجاح، ممكن تنجح نجاح مقاطع. استمراريه النجاح اصعب بكتير، بس النجاح اهم من النجاح نفسه طبعا. بالظبط. انتوا في عندكم سنترال كيتشن ولا هي مالهاش علاقه؟ انتوا كل حاجه بتبقى جوه المطعم؟ احنا عندنا مصنع هو اللي بيورد اغلبيه الحاجات بتاعتنا بنعملها ان هاوس. المصنع ده هو بقى اللي بيتم فيه تصنيع كل ما بيتورد للمطاعم عندنا كل يوم الصبح. دي حاجه مهمه جدا، وانس ان انت بقى عندك كذا فرع، ان انت بقى عندك كونسيست كل يوم الصبح تظبط يقف في كل فرع، يجيب ورقه وقلم ويطلع، حتى لو شغال كده يشوف الصوص الابيض ويقعد يعمله ويحط كذا ويوزن ويعمل في كل فرع، ويطلعوا ال 14 فرع كل صوص واحد، وبترجع عليه كواليتي وبترجع عليه. هو ده السؤال الجاي، الناس متدربه عليه مش هينفع. لا دي حقيقه فعلا. انت لازم تحاول تفضلوا محافظين عليها يعني، تحاول تجد ليها حلول. الفكره بقى كلها في البيزنس ان انت تعرف تجد حلول من غير ما تيجي على الكواليتي. اعتقد دي اصعب مشكله بتواجه كل الناس الجداد يعني. دي وافتحها واحطها وخلاص، لا انت برضه عايز تحافظ ان احنا الكونسيبت بتاعنا مبني على، بقول لك اذا البرجر هنعمله احسن حاجه. صح. ايه الحاجات هي دي كان التشالنج، سبيشالي ان احنا اندستريال. انا وخالد ما عندناش النو هاو، انا واحد بحب الاكل وبفهم في الاكل، دايما انا بفهم في الاكل كويس. خالد يعرف يخلق تيم ويعرف يخلق اوبريشن بيهايند ذس، حتى لو هو من اصعب زبون. ولكن احنا بقى ما عندناش في البيزنس ده بالذات التكنيكال نولج، احنا اتعلمناه بايدينا. يعني خالد عمل كل حاجه في البيزنس في الحته بتاعته بايده، وانا عملت كل حاجه بايدي، واتعلمنا ثرو اوت. هو اصعب زبون هو زبون الاكل، لان انت هو عايز يروح كل مكان، كل فرع يلاقي نفس الطعم، نفس الكميه، نفس الشكل. انت جاي احنا بنسميه جاست، هو خارج عندك. لو انت بوظت له موده صح او ضايقته، انا نازل اكل، انا عايز استمتع، انا جزء من خروجتي يوم الجمعه، انا معدي عليك، رحت السينما وداخل وخارج مع اولادي او خارج مع اصحابي وعاوز انبسط، فانا اكلتني اكله وحشه، عملتني بطريقه وحشه، عملتني في كومبلين، بيحصل كومبلينز، مفيش اوبريشن من غير كومبلينز. نركز بقى يا جماعه في الكلام ده عشان ده اللي بيوقع كل المطاعم الجديده يعني. هتعمل ازاي الكومبلين ده؟ لو انت ممكن تزعل مني، بس ممكن ازاي انا اتكلم معاك اقول لك دي فعلا غلطه، طب المره الجايه هنظبطها،
او اظبط لك حاجه او اديك حاجه كومبلمنتري، احاول استوعب. على يد الناس بتهتم بالكومبلين. انا ما حصليش بصراحه، بس انا شفته قدامي. لا عندكم حتى ولو كومنت صغير. لا انا يمكن ديلي براجع الكومبلين وبيجي لي ريبورت بيها، وبعض الكومبلينز انا بكلم بيها الناس سر بنفسي، النجاح ده والناس تبقى مبسوطه جدا ويقول لي انا مبسوط جدا ان صاحب البراند هو اللي كلمني واللي هو طبعا مهتم. طبعا يمكن يكون بقى له الكاستمر خلاص، مجرد ما ترفع سماعه التليفون عليه. بالظبط. وانا مقدرك طبعا. يعني انا بكلمك بنفسي وبقول لك طبعا حقك علينا ونورنا تاني، ولو كنت انت صرفت عندي فلوس وما انبسطتش تعالى عندي بشكل كومبلمنتري. في اللي بيوافق وفي بيقول لي لا مش فارقه مش عاوز حاجه بس كفايه مكالمتك. طب سؤال بقى ليكم انتوا الاثنين، يعني هل المقاطعه فادتكم؟ المقاطعه فادتني بنسبه، بس انا المقاطعه بالنسبه لي هو كونسبت لطيف وواقفه من احنا كعرب ضد حاجه احنا رافضينها. فطبعا هي المقاطعه فادتني ان ترمز اوف بزنس بقى فادتني. طبعا الترافيك عندي زاد بشكل كويس، الكاستمرز النهارده ادوني مساحه ان انا في ناس ما كانتش جربتني ابتدت تجرب. طب نشوف البراندز اللي مش مقاطعه، دقت الاكل لقت ايه ده احنا ده المصريين عندهم كواليتي اعلى بكتير، والبرايس رينج لو اكتر سنه بس اتس وورث ات فاليو فور ماني ده احسن اللي اقصده. بكتير. بالظبط. فهو هي فادتني ان خلت ناس ما كانتش اوريدي عارفاني او ما كانتش بتجربني دورت دخلتني على أحسن شريحه حاجة. بالظبط. ما كانتش اصلا يعني حطاني في دماغها. صح. فلما خدوا بقى جود سيرفيس بقوم لويال كاستمر. طبعا فرصه اصلا موجوده مش بس في سيكتور الاف ام بي، كل حاجه، مش بس عشان المقاطعه، بس عشان سعر الدولار. هو دي فرصه الشباب عامه وكل الانتربرينورز ان هو يوفر بديل ارخص بكواليتي كويسه. الناس دلوقتي مور اكسبوز. بالظبط. في شايفين الناس عايزه تبص على الحاجات اللي تقدر، يعني الموضوع ده خلى الناس تبص ده وقت ايه البدايل. انا شايف ان ده وقت اللوكال براندز كل حاجه عندها السبيريت ان هي صح. كمان تشجع اللوكال براندز، مش بس انت هتعمل مجهود وكده، الناس عايزه تشجعك. اعمل لي حاجه، اعمل لي حاجه لوكال افتخر بيها وانا هفتخر. بالعكس هو عاوز يشتغل معاك وحابب ان انت لوكال وحابب ان هو الاكسبيرينس اللي خدها والسبيريت كويسه. بجد هو المايند سيت اتغير، لان انا فعلا قبل الموضوع المقاطعه وقبل كده كان في براندز لوكال في اللبس في الاكل في الدرينكس في المشروب الغازي في اي حاجه انا ما كنتش ببص لها. الجيل الصغير حابب اللوكال براندز وبراود بيها، مش مثلا هو لابس حاجه متضايق، لا ده انا لابس لوكال. كانوا بيتضايقوا زمان، كانوا بيتضايقوا قوي. بالظبط. لا النهارده الموضوع اتغير تماما. ده هو بيفتخر ان ده لوكال براند وباين العلامه بتاعته. بس ده خلى ان في بعض من البراندز كانت يعني استغلت الموضوع ان هي علت اسعارها وغيرت من الكواليتي بتاعتها لما لقت نفسها ان هي بقت بديل حقيقي لبراندز تانية. هل انتوا غيرتوا حاجه في البرايسنج بتاعكم او بتاع؟ يعني انا عارف ان انتوا دايما بتقدموا قيمه مقابل سعر في كل اماكنكم في كل حاجه. احنا عندنا كونسيبت معين عمرنا من يوم ما ابتدينا لحد النهارده مش هنتخلى عنه. مثلا احنا بنجيب البرجر بتاعنا، احنا نجيب خلاص قطعه معينه شكل معين بكواليتي معينه من اللحمه او كذا قطعه بشكل معين وبنعمل بروسيسنج وليهم سعر. انت في الاخر ممكن ان انا بقى السعر يغلى اللي قدامي اوبشن، طب بدل ما اجيب دي وبعدين يغلى شويه، طب بدل ما اجيب دي واشتري معاها بقى ايه شويه فاتس ونفرمها، وطب بدل ما اعمل كده واحط فول صويا ازود شويه حاجات اقلل. احنا بنريسبوند لاسعار الحاجات اللي احنا عمرنا ما هنغير ريسك او هنغير منتج او هنغير لا ممكن نغير كواليتي لو لقينا حاجه احسن. حاجه احسن مش حاجات احنا لوكال بنجيبها. وعلى فكره في الوقت اللي فات في حاجات احنا لوكال كنا بنجيبها ظهر ناس تانية برضه لوكال بقى يعملوا بكواليتي احسن. حسن يعني ان احنا نقعد نحسن بس مش هنروح في الحته دي ابدا، لان هي اجينست كل الموضوع. يعني لسه احنا على فاليو فور ماني. يمكن طبعا الدولار غلي واثر علينا كلنا. ده طبيعي غير اسعار كل حاجه.
احنا زدنا في الاسعار لان بس احنا ما عندناش البروفيت مارجن بتاعنا. ستيل بالعكس هو ممكن يكون قل كمان. لا هو ممكن كمان يكون قل. احنا شايفين ان التسعير ده بتاع القصه دي ظالم شويه، يعني مش ظالم لان انا ده المفروض ان ده كوست عليا، بس خلاص انا ممكن ابير او اشيل الموضوع ده في الايتم ده، مش مشكله. نظير ان انا اقدم برضو الفاليو فور ماني بس سعر معقول، بس انا كده كده غليت يعني او عليت شويه، نظير ان المواد الخام نفسها عليت عليا. بس النهارده انت بتقارن نفسك دايما بالماركت، فانت بالنسبه للماركت ايه، اسعارك ايه، الفاليو فور ماني ايه، لان كل حاجه غليت، فاحنا محافظين على ده. ايه المصاعب اللي قابلتكم في البيزنس عشان الناس تستفيد وازاي قدرتوا تواجهوها يعني؟ يعني احنا اول عندك ثوره، عندك كورونا، ثوره وكورونا، عندك دولار وانفليشن، كل حاجه عندك يعني كل حاجه عديت بيها. اول الفرع كان سنه كام؟ فتحنا الفرع اخر شهر 12 2011. ده طازه بالظبط كده. يعني 2012 ابتدينا نوبريت طبعا، ودخلنا بقى في الحظر التجول، ودخلنا في كل الكلام ده. صعب قوي ان انت اول لما تفتح بيزنس كده تلبس لا بس ان انا مش قادر اكمل في الحته دي يا جماعه، ده في ثوره في البلد يعني. يعني كنا بنعيد يعني الفكره ان انت هيحصل حاجه كده، طب هتقول ده اعمل ايه والبلد حصل ده طب يعني طب يا جماعه احنا نعمل ايه؟ والله ممكن نشتغل اصرار. طب يا جماعه نشتغل دليفري، لو كنا بنبيع 3 4 في اليوم احنا لازم نركز في الدليفري اكتر، تعالى نعمل عروض، تعالى نعين ناس بتوع دليفري ازيد بدل ما كنا بنغطي المنطقه دي بس. لدرجه ان احنا بقينا نتغاضى عينينا بصراحه عن حاجات، مثلا الولد بيعرف يعدي من الحاجات من غير ما لان كان في حظر تجويد طبعا في كام سواق عندنا بيعدي بيوصل بقى وصل يا باشا وصل يعني. اهم حاجه توصل، عايز تكمل يعني. فالفكره ان ده مثال، بس احنا لازم تقعد تعافر، ما انت مش هو هتفضل واقف المخ هيطلعك للشط خالص. عافر. الاصعب مش وقت الثوره، لان وقت الثوره انت صغير وخسارتك لو كان حصلت هي خساره صغيره، والاوبريشن بتاعك بتمشي بحجم بالينج برضو قليل. طبعا الاصعب كان في الكورونا. وقت الكورونا اللي شالنا الدليفري كان هي الحاجه اللي شالت. اتجهت للدليفري. الدليفري بقى اهتمينا اكتر، ركزنا اكتر. عمرو بقى كان عنده اوبسيشن مش اوبسيشن، كان يعني موضوع ان انا حد يجي له كورونا او في المطعم عندنا، فكان نعرف مثلا ان فلان ده جاله مثلا سخن ولا حاجه هنقفل. لا المطعم كله بيتقفل بجد، المطعم كله بيتقفل. حصلت في كذا حصل في كذا مطعم اتقفل. اصل خلاص ما انت هتعمل ايه يعني انت سخن ما تجيش الشغل بكره ايا كان بقى كورونا مش كورونا خليك بقى دلوقتي. طب اللي داخل المطعم النهارده يقيس درجه حرارته، ويأساين بقى اوفيسرز النهارده بيقيس درجه حرارته، متابعينه، طبعا غسيل الايد، طبعا كل بقى حاجات الهايجين والحسب وباجريسيف. ما هو ده بصراحه يعني الاصرار اللي انا بتكلم عليه، ان الناس برضه مش لوحدي، التيم اللي معايا وبرضه يعني في ناس مثلا قلنا يا جماعه طب هتاخدوا اجازاتكم في الاوقات دي كلها، فالناس استغلت اجازاتها، ابتدينا نطلع مثلا 3/4 مرتب، نص مرتب، والناس الرجاله واقفه معانا. انت عندك كريدت عند حد، انت اوريدي انت كويس طبعا. معايا شغلك كويس، بتدفعي فلوس في ميعادها، تعامل الموظفين بتاعك بشكل كويس، ففي كريدت ليك، غير ما تبقى انت اصلا دمك تقيل ورخم او مطلع عينه. صح. ما هو طبيعي بقى. طب بص بقى كمان انت طب غور بقى. دي حاجه من الحاجات اللي برضو الستارت ابس لازم يتعلموها، ان هو ازاي. انا احب السبلاير بتاعي يكبر، يعني بالعكس انا اعمل سبورت مع السبلاير بتاعي لما يكبر هيبقى في مصلحتي وانا عامله كبير انا كمان. بمناسبه الوسايط بتكلم مع السبلايرز، انا في مره انا كنت في الساحل وقتها، حتى كنا اجازه وكده، جالنا تليفون المخزن اتحرق بتاع بوتش بريدر. واو. واخدين مخزن جنبه، كان وقتها لسه ما نقلناش المصنع، كان عندنا سنتر كيتشن كبير بمخزن الحاجات كلها، ولع ووتر لوس. الفروع شغاله، المفروض المخزن ده هيطلع بوصله دم. كانت اول يوم العيد، دي كارثه ولا اجازه. اللي حصل بقى ان اسمها سبلايرز في العيد، بتتكلم الناس اجازه كلها طبعا، مفيش حد موجود. طب سبلايرز نزلوا سواقين بعربيات بتاعتهم اللي هي العربيات الثلاجات ببرودكتس، وقالوا لنا احنا هنسيب العربيات دايره واحنا معاكم، كملوا المصنع، شوفوا انتوا ناقصكم ايه واحنا معاكم لحد ما تعدوا الازمه وتعملوا المخزن وتظبطوا الثلاجات كتير. فده يقول لك قد ايه يعني دي حاجه طبعا حاجه خطيره. يعني مش عايز انسى حد بيكوز بيبقى جود الناس، وعايزين نشكرهم برضه عاملين يسمعوا العملاء بتاعنا اللي كانوا عندهم ثقه فينا لما قلنا لهم ان احنا
هنهتم ان احنا نعمل هايجين كويس عندنا، فكانوا بيطلبوا مننا ومصدقيننا. العملاء اللي على مدار الزمان الظروف اللي كنا فيها دي كانوا برضه ما زالوا بيطلبوا منا ومصدقيننا. يعني كل حاجه عامل اساسي خطيره طبعا. في نجاحنا، هم دول الاساس برضه. بس انت هتبقى مخلص في عملك، تشتغل بجد وبتتقي ربنا وشغال كويس، ربنا هيقف جنبك والناس هتقف جنبك. ايه اكتر حاجه في الدعايه تهتم بيها البراندز اللي زيكم يعني شكل الدعايه؟ هل انتوا بتجيبوا انفلونسرز ياكلوا، بتعملوا ماركتنج بشكل ما؟ يعني الناس اللي لسه بتفتح مطاعم جديده تركز اكتر حاجه على ايه في الدعايه بتاعتها؟ بص، هو طبعا الميديا بتختلف من زمن لزمن. يعني النهارده مثلا ما بقاش فيه البرنت ميديا، ما بقتش موجوده، بقت البرنت ميديا بقت ديجيتال ميديا. فمثلا الاوت دورز من الحاجات المهمه للبراندنج. النهارده الديجيتال ميديا نفسها فيها بقى سوشيال ميديا، فهي وسيله تواصل. التواصل ده تلاقي له حاجات كتيره زي الانفلونسرز. طب الانفلونسرز دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حاجه كويس، بس انت تجيب اللي يناسبك، صح، تجيب اللي شبهك، تجيب اللي بيكلم نفس التارجت جروب انت بتكلمه. ما تجيبش مثلا حد تارجت سيجمنت اللي انت بيتكلم تارجت سيجمنت، بالظبط فاهم؟ بالظبط. النهارده برضو شكل المحتوى او اللي بيطلع على السوشيال ميديا، المطاعم بقت الموضوع بقى مور انترستنج. ما عشان كده انا بسأل السؤال ده. ألطف. انت ما بقتش كمطعم مجرد بتعلن عن المنتج بتاعك، لا، انت بتقدم كونتنت، محتوى دمه خفيف بالظبط، وبتحطه جواه المنتج بتاعك اللي انت عاوز تعلن عنه. بس النهارده بقت المطاعم والناس اللي بتتكلم في الفود والفود بيزنس والشيف اللي بيطلع والحد اللي بيتكلم عن سكسس ستوري بتاعته بقت شكل لطيف لكونتنت الناس بتحب تتفرج عليه. بالظبط، شكل الدعايه اختلف تماما. فانت بقيت اوريدي كونتنت هاوس او كونتنت كرييتور، فالموضوع بقى انترستنج. ده بالعكس، ده بقى اظرف بكتير. انت مش مجرد مزنوق في بوكس بتتكلم عن المنتج بتاعي ولازم اقول ان كذا والبروموشن ده كذا والحاجه، لا، الموضوع اختلف بقى، دمه اخف والطف. وبعدين بقى السكاي تو ذا ليميت بقى، يعني فكروا يعني اطلعوا بافكار جديده، براحتك بقى ظبط خالص، براحتك. طالما بشكل يعني متناسب مع المجتمع وما فيهوش اي اساءه او ما فيهوش اي شكل او غير خارج برضو البراند بتاعك. تيك توكس بقى يعني بص، في اللي بيستغل الحاجه كويس، في اللي بيستغل الحاجه وحش. يا بس يعني كل براند كلهم الموضوع بقى مخيف شويه. في ناس بتعمل حاجات عجيبه، كل براند في ناس سكاي تو ذا ليميت بقى بزياده، بيطلع بقى في الفضاء يعني. في ناس النهارده ورتني انجلز انا ما كنتش شايفها. يعني في بعض البراندز طلعت بعض المسجز وافكار انا قلت عمرها ما هتنجح، ولقيتها نجحت ومشيت مع شكل معين ومع كاتيجوري ومع سوشيال ليفل بقى مهم يعني الموضوع بشكل خطير. هو بيخاطب بطريقه معينه والناس تفاعلت معاه ونجح جدا. مش بس يعني الفكره ايه، انت مباح ليك ان انت تعمل اي ميديا انت شايفها تاتراكت الناس ان هي تيجي تجرب البراند بتاعك. صح. انت وذكائك وكل اللي يليق على البراند بتاعك. هتجيب حد مشهور يتكلم عنه، هتجيب حد يعمل له اغنيه، هتجيب فودي مشهور جدا يتكلم يقول انا اكلت عندك ودي احلى حاجه. كل ده مباح من حقك، لان انت من حقك ان انت تدعي الناس انهم يجوا يجربوا عنك. بس هي الفكره بقى بعد كده ايه؟ طب احنا صدقنا السيلبرتي ده او الفودي ده وجينا جربنا عنه، بقينا زباينك كلها دي بقى هي اللي بتاعتك. بالظبط، يعني هو بقى انت انا جبت لك الناس انت حافظ عليهم بقى. بالظبط كده. انا بتبسط قوي من الناس اللي بتعمل انا اعمل كده، وانت لما تيجي هتلاقي على الاقل تحافظ. بالظبط، هتلاقي فاليو فور ماني كويس، هتلاقي كواليتي كويسه، هتلاقي ان انت اتبسطت من الاكسبيرينس بتاعتك. انتوا شايفين نفسكم يعني رانكينج كام في الماركت؟ في كام كونسبت برجر يعني، او ناويين تطمحوا يعني؟ حته كونسبت احنا داينر امريكان داينر، كاجوال امريكان داينر كام؟ زي في حد طيب في شبهكم؟ كان في براندز كتير موجوده بتعمل يعني احنا لما ابتدينا مش عارف نقول اسامي عادي تشيليز، فرايدايز، روبي تيوزدايز، كلهم يعني ان كان. بس انا بكلمك عن نوع الكونسبت الامريكان ده، انت مكان بتاكل فيه الامريكان كوزين، البرجرز، الستيكس، الحاجات دي كلها. فاحنا لما فتحنا كان في تشينز وكلها انترناشونال تشينز. احنا فتحنا بوتشرز برجر وبعديها شويه تشيكن اند بيكس، بعديها بقينا بنفتحهم دايما جنب بعض، فتحولنا مطعم واحد او مكان واحد. ممكن عايز تاكل برجر
هتيجي تلاقي عندنا برجر ومنيو، وعايز تاكل بقى ستيكس ريبس مش برجر بس بالظبط. حاجات بقى كده، هتلاقي نفس الموضوع سادن كوزين. بقينا امريكا ايه، فاحنا والتشيكن اند ريبس ايه عباره عن ايه بالظبط؟ يعني التشيكن اند ريبس سادن كوزين امريكي، اللي هو زي لويزيانا، نيو اورلينز. الناس دي ليهم كوزين هو somehow حياه بارلل قريب شويه من الكوزين المصري بتاع الكورت. بيحبوا اللحوم، بيحبوا الحاجات انا دقتها، انا دقت المنيو كله، بس انا عايز الناس تعرف يعني، فعشان كده عايز اتكلم عن تشيكن اند ريبس حتى ولو بالمختصر. منيو جدا الفرايد تشيكن، ياكلوا فرايد تشيكن مع الوافلز، يحطوا عليها عن، يحبوا الجريفي، الريبس يحبوا صراحه الماك خطيره. بيطبخوا بقى البريسكت احنا كنا اول ناس، احنا ما كنا بنطلب الحاجات بالظبط من الجزارين زمان. انا مش فاهم ايه اللي اقعد اطلع لك كل ضلع الضلوع الصغيره، الريبس دي اللي هي الضلوع الصغيره يعني، لدرجه ان احنا بقينا نعمل فيديوز نصورهم عشان ونبعت من التيم عندنا يروح عند الجزار. انا عايز الحته دي مشوار عشان يطلعها، ولازم يذبحها ويحفظ في درجه حراره معينه في وقت يعني. كان اصلا الموضوع صعب. دلوقتي في ريبز وبريسكت كده، بس في الوقت ده كان صعب ان احنا خالد بقى اللي طلع عينه. خالد بقى ايه يعني عمرو بيقول له انا عايز، بص الجزار تقول له من الضلع الثالث للضلع التاسع. انا هقول لك على اكتر حاجه حصلت. الاول تشيكن ريبس ده كان اسمه جورمي فرايد تشيكن، ده كان حاجه حاجه ثانيه لوحدها يعني. هو كان اسمه كده الاول بنفس المنيو اللي عمرو عامله. وبعدين لقينا جورمي فرايد تشيكن تقيله برضه. وفي ايتم صعب شويه، وفي ايتم عمله عمرو اسمه ريبس. محدش عارف ايه الريبس ده، ناس قليله يعني عارفين. فالريبس ده يطلب مره واثنين وثلاثه، وانا بقى زي ما عمرو قال لك انا مش ملاحق على السبلاي، ومش عارف يا عمرو بقى القصه اللي انت دخلتنا فيها دي، ومش عارف اجيب السبلاينج وراح مسميها غيرنا البراندنج وسميناها تشيكن اند ريبس. خلاص بقى انا هجيب ريبس بس كان برضو كان الستيل ده كل ده لوحده صح؟ ولا كان كده هو نفس المحل يعني؟ هو نفس المحل. اما جينا فتحنا جنبه تشيكن اند ريبس او ساعتها كان اسمه جورمي فرايد تشيكن، وبعدين غيرنا اسمه تشيكن اند ريبس. وده كنا بنجرب الاول ترايل في محل واحد. الله التجربه نجحت، الدنيا مشيت، الترافيك بتاع التو كونسبتس مع بعض احسن، الاكسبيرينس بتاعت الجاست احسن، واشتغلنا في موضوع دي بقى. حسينا بسعاده بقى رهيبه في اللقطتين. عندك اول لقطه لقينا ان احنا كداينر اكسبيرينس كده، الناس كتير بنسمع منهم ان احنا بننبسط عندكم اكتر من كذا، احنا بننبسط عندكم اكتر. لقينا فيدباك كويس جدا، التشين بتاعتنا كبرت، بقينا متواجدين في اماكن في دايفرستي كبيره في المنيو، فيها كل حاجه. لقينا نفسنا ان احنا تميزنا في السوق، ان احنا رغم ان احنا لوكال بلان مصري، انما حتى لما عملنا امريكان دايل الحمد لله توقف يعني. يمكن الناس كانت فاكراكوا انترناشونال براند في الاول خالص، ناس كتير والناس لسه لحد دلوقتي فاكره كده. احنا براند اللوكال فيل والكواليتي والتيست لا وي ار براود اوف ان احنا لوكال براند. في ناس فعلا لحد دلوقتي كده، ده لوكال براند يا جماعه، ومن اقوى اللوكال براندز الموجوده في الماركت باي ذا واي. انا بنبسط جدا لما حد يخش المصنع ويمكن انتوا زي الانترناشونال طبعا يعني. طب ليه ما نبقاش يعني؟ طب بالظبط عادي على فكره يعني. هم يعني في الاخر حتى هم لما بيجوا يعملوا هنا اللي بيطبق ناس مصريين يعني. الحاجه الثانيه بقى اللي بنبسط منها جدا جدا السن الصغير، لما مثلا اقابل حد من اصحابنا كبير جدا جدا بيحبوك 8 سنين 9 سنين كبير، يقول لي لا تعالى بقى اندهولك، ده هو بيحب تشيكن اند ريبس عندكم الوينجز، بيقول دي احلى حاجه واحلى من كل حته. انت جوعتنا والله. يقول لي او ان ابنها بيحب البرجر بتاع بوتشيز، انه بيحب فاهم كواليتي ده. ابتدى ترانسفورم ان هو لا، هو احنا مش شرط ما يكون بيحب الفاست فود تشيكن المشهور، لا هو قدر يفهم ان في فعلا اكل بكواليتي موجود. موجود وبيتقدم بنفس كل حاجه. انا بسمع حد عنده 9 سنين بيقول لي فبحس ان هي لحمه بجد، هي لحمه بجد على فكره. مبسوط جدا ان السن الصغير ده فاهم ان هي بياكل حاجه تستطعم يعني. وتلاقي الولاد بقى ايه، يوم مثلا الخميس تلاقي النادي ده بقى خلاص بقى هاب زي النادي، في التينز يتجمعوا عندك ويوم الخميس ده وخروجتهم وياكلوا. اغلب في كام فرع ليكوا فعلا هم خروجه ناس كتيره. يوم الجمعه تلاقيه شكل الترافيك اختلف، لا ده هو جاي هو وعيلته فاميلي ريستورانت.
عشان الدايفرستي او بالظبط. التنوع الموجود في خروج المنيو العين. يعني. ونوعيه الاكل دمها خفيف. طب انا هعمل شوبينج واخش اكل، انا هروح السينما واخش اكل، لا انا جاي على بوتشرز برجر وتشيكن ريبز على طول. لا ومعاك ولادك الصغيرين هم هيتبسطوا في حاجات في حاجات في المنيو بتاع كيدز في الاخر كده، وانت عندك حاجات في المنيو بقى، انت طبعا ستيك بقى ولا عايز ستيك ريبس كده ستيك ولا حاجه. هو الصبح بيحب الريبز. انا على طول، انا ريبز وستيك على طول، ما فيش انا ممكن الولاد بقى البرجر كده. طيب يعني على سيره بقى اللوك اند فيل او الانترناشونال كونسبتس، او ان انتوا فعلا كل الستاندرد بتاعكم بقى يعني يضاهي نفس الناس الانترناشونال براندز، بتخططوا تطلعوا بالكونسبت بره مصر؟ احنا عاوزين نطلع طبعا مبدئيا كده الجي سي سي او الجلف اريا، عاملين لها بلان باذن الله، بس هي طبعا عشان تعرف تقومها وتعمل البلان دي تبقى ناجحه. اكيد عندكم زباين بره مصر اكيد. انا طبعا خد بالك دلوقتي كل اخواتنا من دول الخليج بيجوا طبعا كتير جدا، والحمد لله هم بيجوا عندنا بيقضوا الصيف. فبالعكس ده في ناس بسمع بقى كلام ايه، واحد قال صاحبه انت هتروح بوتشرز برجر فرع كذا عشان انت قاعد في الاوتيل كذا وتطلب كذا، وساعات بقى كمان يقول له ده الويتر فلان اسال عليه. ده يعني حافظين الناس الاستاف يعني. بنبسط جدا لما اسمع حاجه زي كده. ففي طبعا ناس عندها اويرنس عاوزين نروح نفتح عندهم، وبالعكس وان انت بقى كبراند مصري رايح تفتح هناك لازم تقدم فعلا جود سيرفيس، تبقى بجد سفير لبلدك طبعا، تقول حاجه كويسه ان البراندز المصريه النهارده وفي ناس فتحت وناجحه جدا هناك. فبالعكس ويمكن امريكان داينر كونسبت في قصه الجي سي سي دي الفتره اللي فاتت برضو قالوا شويه. لا يعني ما حدش راح تقريبا من مصر. لا مش بتكلم عن مصر، بتكلم ايفن انترناشونال. بالعكس عندنا فرصه كويسه جدا 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 بالامريكان داينر نبنتريت كل الجي سي سي. كل واحد فيكم يرشح لنا او يريكومند احلى طبقين بيحبهم كده، يقول اساميهم حتى بس كده. انت بتحب ايه وعمرو بيحب ايه؟ خالد بيحب ايه وعمرو بيحب ايه؟ سمبل طبق بسيط مش حاجه. ذاتس يور فيفورت ها؟ في عندنا حاجه اسمها ريبس ناتشز تشيكن اند ريبس. دي عندنا حاجه تاني حاجه بقى بريسكت او ريبس ناتشز. ماشي. عباره عن ان احنا نسوي الريبس لفتره كبيره جدا فل، وبعدين بناخد اللحمه بتاعتها بتكون من كتر ما هي استوت لما بنعمل العظمه كده تطلع من العظمه، هي بيسموها حتى فل يعني مسحوبه بجلوفز معين بتعمل كده، بتتحط على الناتشز بيبقى عليها شويه ساور كريم كده سن بيتحط عليها. باشن مش طبيعي، انت جوعتني بجد. بيتحط عليها ودتني معاك في الطبق يعني دلوقتي. لا بيتحط عليها كمان احنا بنحط عندنا الشادر طبيعي، يعني شادر خام، الشادر الطبيعي اسمه لبن، مش حاجات مش جنب مطبوخ يعني. بنحط عليه الشادر والهالبينيوز، وبنحط بقى ايه هي بتاعت تبقى كريسبي، نحطه سيح بس الجبن، بنقطعه يجي لك كده مثلثات مع ساور كريم وبيكو دجاج. على فكره الموضوع ده يعني هنجربه يا جماعه كلنا، الناس كلها قاعده تبص وشوشهم، كل الناس وشوشها عماله تفكر في الطبق دلوقتي. اي حد بيحب اللحمه الطبق ده بالنسبه له الغير. انت بقى تاخد الناتشز تحط شويه ساور كريم، شويه بيكو دجاج اللي هي سلطه فيها طماطم كده وكزبره يتكسر كده، تلاقي بقى ايه قرمشه مع مرقه اللحمه مع الكريمه بقى اللي هي بتاعت الساور كريم كده خفيفه كده، مع لسعه الليمون اللي على لا الموضوع كله تفاصيل مش ممكن مش ممكن. هي دي فكره الطبق، ان انت بتقرمش وحاجه بتضرب جوز وحاجه بتلزق وحاجه ولحمه يعني. اظن في طبق تاني ما اعتقد ده على فكره بطلبه انا والفاميلي، هو اول حاجه بتطلع. اول حاجه انا اروح اطلب يا جماعه كلنا الطبق ده. طب خالد ايه؟ انا بحب الماكن تشيز، يعني مميزه قوي عندنا الماكن تشيز. هي المكرونه فيها 4 انواع جبن وليها طعم كده لطيف، وساعات بقى كمان في ماكن تشيز بالريبس بتبقى برضو حاجه لطيفه جدا جدا جدا. طيب احنا خلصنا. انا مبسوط جدا 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 بجد بالحلقه دي. اعتقد ان هي هتفيد ناس كتيره. نيو كونسبتس مثلا طلع، اتكلمتوا في كذا حاجه ممكن تفيد الناس. نورتونا وشرفتوا ريتوكس، وان شاء الله نشوفكم بقى في النيو كونسبتس الجديده نقعد نتكلم عليها تاني مع بعض. ثانك يو، وشرفنا بالقعده معاك وفي ريتوكس.